انا لسه في الكليه وبتدرس الادب الانجليزي، وهي قاعده مع صاحبتها في نفس البيت. صاحبتها هي كمان في الكليه بس بتدرس صحافه. صاحبتها بقى كان عندها لقاء صحفي مع بيزنس مان جامد جدا، بس حظها الوحش بقى ان جالها برد وكانت تعبانه فمش هتعرف تروح الميعاد ده، واللقاء ده لو ضاع هيبقى خلاص كده مش هيتعوض تاني. فقالت لآنا ان هي تروح مكانها وتعمل المقابله دي. كتبت لها كل الحاجات اللي هي عاوزه تسالها له، وقالت لها اساليه وخليه يجاوب على كل الاسئله دي. هتعرفي تعملي كده ولا الموضوع هيبقى صعب عليكي وهتكسفينا؟ قالت لها خليكي بس في الاكل اللي انت بتاكليه وكلي حلو عشان تخفي وتبقي كويس، وما تقلقيش انا هظبط لك الدنيا. خلاص هي كده وصلت المكان اللي هتقابل فيه جراي، ده صاحب الليله دي كلها والبيزنس مان اللي هتعمل معاه اللقاء. واول ما وصلت في الميعاد بتاعها قالوا لها اتفضلي ادخلي مستر جراي مستنيكي. دخلت وفي البدايه كانت قلقانه جدا، بس ابتدت ان هي تفك وتتكلم معاه. هو كان قاعد على المكتب، بس لما شافها قلقانه جامد كده جه قعد قصادها وابتدى يتكلم معاها ويطمن، وسالته الاسئله اللي صاحبتها كاتباها. قعدت بقى تساله وبتقول له انت ازاي عملت الشغل بتاعك ده وكده، ووصلت للي انت فيه دلوقتي وانت لسه شاب وفي وقت بسيط يعني. فقال لها ان مفيش حد ساعده وهو كان دماغه في الشغل والبيزنس وعمل نفسه بنفسه. وسالته باقي الاسئله اللي صاحبتها كانت كاتباها. في وسط الكلام كده قال لها انت بتحبي الصحافه من زمان يعني عشان كده بتدرسيها دلوقتي؟ عشان كان مفكرها ان هي صاحبتها اللي بتدرس صحافه، صاحبتها هي اللي كانت المفروض تيجي تقابله. فقالت له لا ده صاحبتي هي اللي بتدرس صحافه، انا جيت مكانها لان هي كانت تعبانه وكده فما قدرتش ان هي تيجي الميعاد. قال لها تمام، طب انت بتدرسي ايه؟ فقالت له انا بدرس ادب انجليزي. وقعدوا بقى يتكلموا في حاجات عن الادب الانجليزي، اندمجوا في الكلام وكان واضح جدا انه معجب بالشخصيه بتاعتها. حتى كان عنده اجتماع مهم والسكرتيره جت وبتقول له يلا عشان ميعاد الاجتماع. قال لها لا مش مشكله دلوقتي الغيه. خلصوا القعده بتاعتهم الجميله وبعد كده وصلها للاسانسير عشان تمشي، وقال لها انا بتمنى ان اكون جاوبتك على الاسئله كلها اللي انت عاوزاها. فقالت له لا للاسف انت جاوبت على 4 اسئله بس. فوهي ماشيه كده ومش واخده بالها قام شادد منها الورقه اللي مكتوب فيها الاسئله. ولما روحت البيت صاحبتها بتقول لها ايه الشغل الجامد اللي انت عملتيه ده الراجل جاوب على الاسئله كلها وبعتها لي على الايميل. وطلع بقى انه لما شد منها الورقه بتاعت الاسئله قام مكمل كل الاسئله اللي ما كانش جاوب عليها وبعتهم تاني على الايميل بتاع صاحبتها. وصاحبتها لاحظت عليها ان هي من ساعه ما جت من عنده وهي مش على بعضها، وفهمت ان هي شكلها كده بقت معجبه بيه، ومن ساعه ما قابلته وهي مشغوله بيه. حتى في المحاضرات بتاعتها في الكليه قاعده ومش مركزه في اي حاجه. بعد ما بتخلص اليوم بتاعها في الكليه بتطلع على المحل اللي هي شغاله فيه. هي شغاله في المحل ده بتبيع حاجات، بس اتصدمت بقى اول ما شافت جراي داخل عليها. ما كانتش متوقعه اصلا ان هو ممكن يعمل كده ويجي لها، وحتى لما كانت عنده ما قالتلوش ان هي شغاله في محل او حاجه عشان يعرف مكانه ويجي لها. فان هي تشوفه في المكان اللي بتشتغل فيه دي حاجه مش متوقعه خالص. لا مالك هو انت بتبصي لي ليه كده؟ الموضوع عادي يعني، انا كنت معدي من قدام المحل فقلت لما ادخل اجيب شويه حاجات، وبالصدفه الحلوه لقيتك انت اللي واقفه بتبيعي، بس ده كل الموضوع. لكن اوعي تكوني فاكره بقى ان انا جاي عشانك والكلام ده، انا ما كنتش اعرف ان انت شغاله هنا اصلا. وهو طبعا جاي عشانها بس بيهزر معاها، واكيد يعني ان بيزنس مان زيه كده مش محتاجه تقول له على مكانها عشان يوصل لها، بعلاقاته هيوصل لها بكل سهوله. قال لها ايه بقى دلوقتي، هتساعديني وتجيبي لي الحاجه اللي انا محتاجها ولا اشوف حد تاني عشان يبيع لي؟ قالت له لا تشوف حد تاني ايه، انا معاك اهو هجيب لك اللي انت عاوزه. قالت له على فكره بقى شكرا جدا ان انت جاوبت على باقي الاسئله وبعتهم تاني لصاحبتي. قال لا مفيش حاجه، المهم صاحبتك خدت الاجابات اللي هي عاوزاها وتبقى مبسوطه يعني. قالت له الدنيا تمام، بس هي المشكله ان هي كانت محتاجه تاخد لك كام صوره كده عشان تنزلها مع الكلام ده. فقال لها مفيش مشكله، انا بكره هبقى جنبكم فممكن نتقابل وتاخد الصور اللي هي عاوزاها. جه صاحبها اللي بيشتغل معاها وقف جنبها وسالها لو كانت محتاجه مساعده او حاجه، فقالت له ان هي مش محتاجه حاجه والدنيا تمام. بس جري بص له بصه كده عشان من الاسلوب يعني اللي صاحبها بيتعامل معاها بيه فممكن شك ان في حاجه ما بينهم. تاني يوم اتقابلوا زي ما كانوا متفقين، وانا جابت واحد صاحبها كويس في التصوير عشان يصور جري، وصاحبتها كانت موجوده معاهم ومبسوطه قوي ان جري جه. بعد ما خلصوا وهم ماشيين فبيقول لها هو في حاجه علاقه ما بينك يعني وما بين صاحبك اللي كان بيصورني جوه ده؟ قالت له لا ده صاحبي عادي ومفيش اي حاجه ما بيننا. قال لها طب والتاني اللي هو شغال معاكي في المحل؟ قالت له برضه مفيش حاجه. هو معجب بيها بس في نفس الوقت من النوع اللي هو بيشك جامد، بيشك في كل حاجه. بعد ما خلصوا قعدوا في مكان بيشربوا القهوه سوا وبيتكلموا. انا قاعده بتكلموا عن نفسها، بتقول ان ابوها مات من زمان وهي اتربت مع جوز امها، وجوز امها كان بيعملها حلو فهي بتحبه. سالها عن مامتها فقالت له ان هي انفصلت عن جوزها اللي انا كانت متربيه معاه ده، ودلوقتي هي عايشه مع واحد تاني خالص متجوزاه يعني، ودي الجوازه الرابعه بالنسبه لها. وبتقول له ان امها رومانسيه جامد ومش عارفين نسيطر عليها فعماله بقى بتتجوز وكده. قال لها طب بالنسبه لك ايه الدنيا يعني، يقصد ان هي كمان رومانسيه زي امها ولا ايه؟ فقالت له اعتقد يعني اللي بيدرس ادب انجليزي اكيد هيبقى رومانسي. وكان قاعد بيسمعها وما بيتكلمش قوي. فقالت له مالك في ايه، هو في حاجه ضايقتك في جلسه التصوير اللي احنا عملناها دي؟ بس فجاه كده قال لها مش هينفع، انا مش الشخص المناسب اللي انت ممكن تعجبي او ترتبطي بيه، وقام قايم عشان يمشوا. انا بقى قلقت جامد وبتحاول تعرف في ايه ماله، فبتقول له انا عملت حاجه ضايقتك مني؟ طب انت ليك جيرل فريند او في واحده بتحبها؟ فقال لها انا ما بهتمش بالحاجات دي دلوقتي. وهي بتكلمه كده ومش واخده بالها كان في عجله هتخبطها، بس جري لحقها وقعد يبص في عينيها وواضح انه حبيبها ومعجب بيها، بس قال لها ان حياته ملخبطه
لخبطه وهي مش هتبقى مبسوطه معاه، ومن الاحسن ان هي تبقى بعيده عنه. فطبعا زعلت من الكلام ده وخدت بعضها ومشيت. بالليل نزلت مع صاحبتها وكان معاهم ناس اصحابهم تانيين وقاعدين سهرانين في مكان، بس عشان كانت متضايقه من اللي حصل مع جري وكده فشربت جامد، واكيد دماغها باظت من كتر الشرب اللي عملته ده وهي مش في وعيها 100% دلوقتي. سابت اصحابها ومشيت، وقفت لوحدها في جنب كده وطلعت التليفون بتاعها وكانت هتمسح رقم جري، بس بدل ما تمسح الرقم بتاعه غيرت رايها واتصلت بيه. اول ما كلمته فهم من صوتها واسلوبها في الكلام ان هي شاربه جامد ومش في وعيها، وقال لها ان هي دلوقتي لازم تروح البيت عشان محتاجه ترتاح. قالت له انت مالكش دعوه بيا، مش انت قلت ان كل واحد يبقى في حاله وان انت مش الشخص المناسب، ولا انت عاوز تتحكم في كل حاجه وخلاص؟ يعني شويه تقول لي تعالي نشرب قهوه ونقعد مع بعض ونتكلم، وشويه تقول لي بعيده عني وما تكلمنيش تاني وانا مش تحت امرك في اي وقت. وقامت قافله السكه في وشه. صاحبها جه وجاب لها الجاكيت بتاعها وحاول انه يحضنها، بس هي قعدت بقى بتحاول تبعده عنها، وفي اللحظه دي جري جه وزقه وخلاه انه يبعد عنها. جري خدها وقاعدين بقى بيرقصوا مع بعض وبيتكلموا، وقال لها ان اخوه معاه ودلوقتي هو قاعد مع صاحبته، وشكلهم كمان خدوا على بعض هما الاثنين. بس فجاه وهم واقفين بيتكلموا انا اغمى عليها وجري لحقها. بعد كده خدها معاه الاوتيل اللي هو نازل فيه وخلاها تبات في الاوضه بتاعته، وهي اول ما صحيت ما بقتش فاهمه ازاي جت هنا، لان كان اغمى عليها بالليل فجاه فلسه مش مستوعبه ايه اللي بيحصل. وبتبص كده لقت جري موجود معاها في الاوضه وكان بيحضر لها الفطار عشان تاكل، وقال لها ايه بقى اللي انت بتعمليه في نفسك ده؟ تفضلي تشربي جامد كده لغايه ما تفصلي خالص ويغمى عليكي، بس مش مشكله، اهم حاجه دلوقتي انت بقيتي عامله ايه؟ فقالت له تمام انا حاسه ان انا كويس. وجري فاهم كويس السبب اللي خلاها تعمل كده في نفسها، وان هي زعلت منه لما قال لها مش انا الشخص المناسب اللي انت ممكن ترتبطي بيه، عشان كده جالها وخدها تبات معاه في الاوتيل لانه قلقان عليها وزعلان من نفسه لما شافها ان هي وصلت للحاله دي بسببه. فاعتذر لها على الكلام ده وقال لها ان هي ما تزعلش وكده. قالت له تمام بس انا لسه مش فاهمه انت ليه جبتني هنا وما ودتنيش البيت. فقال لها بكل بساطه انا مش قادر اسيبك لوحدك. بصت له كده وقالت له طب خلاص خليني معاك وما تسيبنيش. سكت وبعد كده قال لها انا حياتي صعبه شويه وانت ممكن ما تحبيش الوضع ده، وعلى العموم خلينا نبقى نتكلم بعدين. قعد كان بيخلص الشغل بتاعه فهي جت بقى تكلمه وقالت له ان هي عاوزه تمشي تروح البيت، هتقعد هناك شويه وبعد كده تطلع على الشغل بتاعها. خدها وصلها البيت بس لقى اخوه هناك كان بايت مع صاحبتها والدنيا اتطورت ما بينهم ودخلوا مع بعض في علاقه. قام سلم على انا وجري بص له كده وقال له انجز بقى نفسك والبس عشان نمشي عشان عندنا شغل. وقال لها انا اعملي حسابك بقى انت بعد ما تخلصي شغل احنا هننزل سوا وهبعت لك السواق يجيبك. بعد ما جري خد اخوه مشي فانا بتقول لصاحبتها انت خلاص بقى كده انت واخو جري بقيتوا مرتبطين وشكلك كمان ان انت معجبه بيه قوي. فقالت لها سيبك مني انا خالص وخلينا فيكي، انت ايه الدنيا بقى عملتي ايه مع جري؟ دخلتوا مع بعض في علاقه وكده؟ قالت لا مفيش حاجه حصلت، ده انا عشان كنت تعبت واغمى عليا وكده فخلاني بات معاه في الاوتيل بس، ولما صحيت قعدنا شويه وجابنا على هنا. قالت لها ايه ده انت بتتكلمي بجد كل ده ومفيش حاجه حصلت؟ يعني قصدها ان هم خدوا وقت جامد لان هم الاتنين معجبين ببعض ولغايه دلوقتي مفيش حاجه ما بينهم. بالليل لما انا خلصت الشغل وطلعت لقيت السواق بتاع جري مستنيها وخدها وداها الشركه عند جري وطلعوا بالاسانسير لغايه السطح. ولما طلعت فلقيت جري مستنيها جنب الهليكوبتر بتاعته، فتح لها الباب وركبت بس هي قاعده كده مش فاهمه ايه اللي بيحصل، يعني الموضوع كله جديد عليها عشان هي مش متوقعه ان حاجه زي كده تحصل. فجاه لقيت نفسها هي وجري بس كده وقاعدين جوه الهليكوبتر وبصت له بتقول له هو انت اللي هتسوق الطياره دي؟ ما ردش عليها، بص لها بس كده وضحك. قاعدة بقى مبسوطة قوي وعمالة بتتفرج على الدنيا من فوق ومش مصدقة نفسها. هما دلوقتي في طريقهم مسافرين مدينة تانية وهيقعدوا في البيت بتاع جري اللي هناك شوية. وصلوا خلاص ولما دخلت وشافت البيت بتاعه فلقيته حاجة جامدة قوي، وشافت كمان ان في بيانو كده شكله حلو موجود، فجري قال لها انه بيحب يعزف عليه. قعدوا مع بعض وقال لها بصي في البداية كده احنا لو هنرتبط يعني فهيبقى في عقد ما بيننا والعقد ده لازم توقع عليه. فقالت له بتاع ايه ده؟ قال لها هو في تفاصيل كتير انت هتبقي تقريها بس اهم حاجة فيه ان انت ما ينفعش تتكلمي عن حياتنا مع اي حد، يعني اي حاجه تحصل ما بيننا ما ينفعش تقوليها. قالت له تمام انا اصلا يعني في الطبيعي مش من النوع اللي بيتكلم، يعني ما بتكلمش مع حد عن حياتي وكده. هي مش فارق معاها الكلام ده خالص، هي عاوزه ترتبط بيه بس. فهو بيقول لها بص على العقد وشوفي الدنيا كويس، ولا بصت ولا حاجه ومضت على طول. وهي مش فاهمه يعني ايه اللي بيعمله ده، الموضوع ابسط من كده، ده ارتباط عادي ما بين اتنين، فايه لازمه العقد والحاجات اللي بيعملها دي؟ هي لسه مش فاهمه. قال انت ممكن تبقي مستغربه دلوقتي بس هتفهمي بعد كده، لان انا ليا نظامي في حياتي وانت لازم تمشي على النظام ده. اهم حاجه زي ما قلت لك ان انت ما تتكلميش خالص عن حياتنا مع اي حد، وكمان من اول ما نرتبط انت خلاص كده هتبقي ملكي، يعني ما تقدريش تعملي اي حاجه انا مش موافق عليها. قالت له المهم ان احنا نبقى عايشين في جو رومانسي ونبقى حابين بعض.
قال لها انا بحبك لكن ماليش بقى في جو الرومانسيه والمحن والكلام ده، وواضح ان حياته صعبه شويه وليه حاجات كده مش مفهومه، يعني قوانينه العجيبه دي، وبيحب انه يكون متحكم وعاوز يسيطر عليها وعاوزها ان هي تمشي على النظام ده. خدها للاوضه اللي هي هتبقى بتاعتها يعني لو وافقت ان هي ترتبط بيه، ولا انت هتنامي هنا والاوضه دي هتبقى بتاعتك. قالت له هو انت مش هتبقى نايم جنبي ولا ايه؟ قال لها لا اصل انا ما بعرفش انام جنب حد، هبقى نايم في اوضه تانية. قالت له انت معقد الدنيا وعامل حاجات صعبه، حاطط قوانين كده، يعني انا مش فاهمه ايه ده، وانا اصلا هكسب ايه يعني لو مشيت على اللي انت بتقوله ده، هكسب ايه بقى؟ قال لها ببساطه انت هتكسبيني انا وهنعيش مع بعض بس بالقوانين بتاعتي. قالت له طب انا لو مش موافقه على الكلام بتاعك ده ومش هيبقى مناسب معايا فممكن نعمل ايه؟ قال لها هيبقى عادي خالص، انا هبقى فاهم موقفك والهليكوبتر موجوده هاخدك اوديك لحد البيت. وهي مش عاوزه تمشي لانها بتحبه وعاوزه تكمل معاه، فدماغها شغاله دلوقتي وبتحاول تفهم الكلام اللي هو بيقوله. قال لها كان لازم اتكلم معاكي كده عشان اوضح لك كل حاجه ونبقى بنتعامل مع بعض بصراحه من البدايه، فما ترديش عليا دلوقتي، خدي العقد معاكي البيت واقريه كويس وبعد كده بقي قولي لي انت عاوزه تعملي ايه. بعد كده جري كان قاعد بيعزف على البيانو ومقضيين وقت حلو مع بعض، وخلاص هي انا كده باين عليها ان هي عاوزه تكمل معاه، فدخلوا مع بعض في علاقه وفضلوا بقى سهرانين وقضوا الليله كلها سوا. والعجيب بقى في الموضوع ان جري نام جنب انا من اول ليله مع بعض، ودي اول مره تحصل لان هو مش متعود انه بينام جنب حد. ولما صحيوا انا وقفت في المطبخ حضرت الفطار وقعدوا كلوا مع بعض، وهم قاعدين بيتكلموا فبتقول له انت دخلت في علاقه مع كام واحده قبل كده؟ قال لها مع 15 واحده. اكيد اتصدمت من الرقم اللي قاله ده وقالت له انت كده عملت علاقات كتيره قوي يعني. قال لها تمام انا كلمتك بوضوح من الاول وقلت لك يعني لو مش عاجبك النظام ده او مش هتعرفي تتاقلمي مع الحياه بتاعتي فعادي جدا ان انت تقولي لي لا خلاص مش هنكمل مع بعض. هم قاعدين امه جت فطلع عشان يشوفها وشكله كده ما كانش عاوز يقابلها وبيتكلم معاها باسلوب اي كلام يعني مش حلو قوي. انا طلعت سلمت عليها وام جري كانت مبسوطه بيها وبتقول له البنت دي حلوه وانا مبسوطه ان انا شفتها معاك. فما صدقت بقى ان يبقى في حد في حياته وقاعد معاه في البيت، وانا كمان انبسطت ان هي جت وقعدت تتكلم معاها. فبتقول لجري ان هي كانت جايه وعاوزه تقعد تتكلم معاه وممكن يقعدوا يتغدوا كلهم سوا. قال لها لا خليها يوم تاني عشان انا عاوز امشي وهوصل انا البيت بتاعها. قبل ما تمشي سلمت على انا وقالت لها اكيد هشوفك تاني، وجري وصلها وفتح لها الباب عشان تمشي. بعد كده نزلوا مع بعض عشان يجيبوا العربيه ويوصلها البيت. فبتقول له هي اني واحده من دول العربيه بتاعتك؟ قال لها كل العربيات اللي انت شايفاهم دول بتوعي، بس احنا دلوقتي هناخد العربيه دي. وهم ماشيين في الطريق انا ما كانتش نايمه كويس فنامت وهي قاعده كده شويه، وبعد كده وقفوا على جنب ونزلوا يتمشوا في الغابه دي شويه ويتكلموا سوا. فبيقول لها انت احسن حاجه حصلت لي وانا انبسطت قوي في الليله اللي احنا قضيناها سوا دي. وصلها وقبل ما تمشي قال لها ما تنسيش ان انت تبقي تقري العقد كويس وتردي عليا. قالت له خلاص ماشي، وبعد كده سلمت عليه ودخلت البيت. اول ما دخلت لقيت ان في واحد جايب لها لابتوب وعاوزها ان هي توقع بالاستلام. جري هو اللي بعت لها اللابتوب ده وعامل لها مفاجاه عشان اللاب بتاعها بايظ وهو عاوز يكلمها في الشات على النت وكده، فجاب لها اللاب ده عشان تستخدمه ويتكلموا سوا. صاحبتها بتقول لها انا هنزل دلوقتي بس اكيد لما اجي عاوز اسمع كل حاجه بقى حصلت ما بينك انت وجري والموضوع وصل لفين. هي طبعا مش هتقول لها حاجه عشان جري كان قايل لها ما تتكلمش مع حد او تحكي اي تفاصيل بتحصل في حياته. صاحبتها شافت العقد اللي هي ماسكاه في ايديها وسالتها ايه ده، فانا توهت كده وقالت لها لا دي شويه حاجات كنت كاتباها عشان الدراسه في الكليه. دلوقتي انا قاعده بتقرا العقد اللي جري مديهولها وبتشوف التفاصيل والحاجات اللي مكتوبه. بقالهم فتره ما بيتقابلوش خالص وكل واحد مركز في حياته وفي شغله، وانا الفتره دي حققت نجاحات كويسه في الشغل وفي الدراسه. انا خلصت الدراسه كده خلاص وهي دلوقتي موجوده في حفله التخرج بتاعتها في الكليه، وجري جالها عشان لازم يبقى جنبها في اليوم ده. هو بقى عشان شخصيه معروفه فطلعوه يقول كلمتين عن النجاح وازاي انه حقق نفسه في السن الصغير ده ووصل لكل اللي هو فيه دلوقتي. هي ما كانتش تعرف خالص انه جاي، بس لما شافته انبسطت قوي وهو بيسلم عليها كده فبيقول لها انت عملت ايه بقى في العقد اللي انا اديتهولك وهترد عليا امتى، لان انت لغايه دلوقتي ما قلتليش اذا كنت موافقه ولا لا. اتكسفت قوي وقالت له اكيد ده مش المكان المناسب اللي احنا ممكن نتكلم فيه في حاجه زي كده. جوز امها كمان جه الحفله وهي بتعتبره زي ابوها، وجري سلم عليه ووقفوا يتكلموا سوا، وكان في واحد من الصحافه موجود فقال لهم تعالوا عشان اخد لكم صوره كده انتوا الاثنين. بعد الحفله ما خلصت اتقابلوا سوا عشان يقعدوا يحتفلوا بمناسبه تخرج انا من الكليه. قعدوا بقى شويه مع بعض بس وهم ماشيين جري كان عامل لها مفاجاه وجايب لها عربيه هديه، فهي اول ما شافت كده انبسطت قوي وما كانتش مصدقه نفسها. تاني يوم خلاها تيجي عنده الشركه عشان يقعد معاها ويتكلموا في التفاصيل اللي موجوده في العقد. عامل جو رومانسي كده وهادي في اوضه الاجتماعات، المكان شكله جامد وقاعدين بيتكلموا وبيقول لها قولي لي بقى انت شايفه ايه في التفاصيل اللي مكتوبه في العقد واذا كنت موافقه ولا لا. الكلام المكتوب الخلاصه بتاعته انه عاوز يسيطر عليها من كل حاجه، وكاتب لها حتى التفاصيل البسيطه اللي هي تاكل ايه وتشرب ايه اللي تعمله وايه اللي ما تعملوش، فحياتها معاها هتبقى صعبه شويه ولازم خلاص هي لو وافقت يبقى هتلتزم بكل حاجه مكتوبه، ومش بس تقول له بالبق كده ان انا وافقت وخلاص، لا ده عاوزها تمضي على الكلام ده. يعني هي مضت قبل كده ان هي ما تتكلمش
مع حد عاوز منها امضاء تانية على الحاجات اللي موجودة في العقد ده وان هي تلتزم بيها. الموضوع ده مش طبيعي وعامل لها قلق، فقالت له ان هو يسيبها شوية كده عشان تشوف هتعمل ايه، وبعد كده هتبقى تكلمه عشان تقول له بقى ان هي موافقة تمضي ولا لا. بعد المقابلة دي عدى بتاع اسبوع وهي بقى دماغها عمالة تود وتجيب عشان لسه ما تعرفش هتعمل ايه، والموضوع عامل لها ضغط نفسي جامد ومخليها متضايقة. امها لما كلمتها ولقيتها متضايقة كده فقالت لها طب خلاص خدي لك يومين اجازة وتعالي عشان تقعدي معانا شوية. لما صحيت الصبح ركبت الطيارة وهي دلوقتي في الطريق عشان تسافر لامها. وصلت خلاص وقاعدة مع امها وجوز امها وبيتكلموا كلهم سوا، وبيقولوا لها ان الفترة اللي فاتت كان نفسهم ان هي تيجي وتقعد معاهم، بس هي كانت مشغولة جامد عشان الكلية وكده. فقالوا لها خلاص الكلية بتاعتك خلصت والشغل انت ممكن تاخدي اجازة منه وخليكي الاسبوع اللي جاي ده قاعدة معانا. قبل ما تنام كلمت جري، كانوا بيتكلموا شات مع بعض، وقالت له ان هي اليومين دول قاعدة مع امها، وهو كان بيكلمها مش حلو عشان متضايق منها لان هي مطولة في الموضوع بتاعهم ولسه ما ردتش عليه، وكمان متضايق منها عشان مشيت وسافرت فجأة كده. اتصل بيها بس هي مخنوقة ومش عاوزة تتكلم دلوقتي فما ردتش عليه. الصبح نزلت مع امها في مكان بره البيت وقاعدين بيتكلموا سوا، وجري كان عمال يتصل بيها بس هي ما بتردش عليه. قام بعت لها رسالة وبيقول لها خلاص انا جايلك، ومفيش هي ثواني بتبص لقيته قدامها، فبقت قاعدة كده فاتحة بقها ومش مصدقة ان هو جه بالسرعة دي. سلم على مامتها وقال لها انا مبسوط ان انا شفتك. قالت له انا كمان مبسوطة والله، بس هدخل الحمام واجيلكوا تاني. وبهدوء كده قامت ساحبة نفسها وسايباهم عشان يقعدوا يتكلموا ويبقوا على راحتهم في الكلام. قال لها بصي عشان تبقي فاهمة دلوقتي انا مش جاي اتكلم معاكي في اي حاجة بخصوص العقد، انت بس وحشاني فجيت اشوفك واقعد معاكي شوية. قال لها قومي يلا تعالي، وخدها معاه في العربية وبيقول لها انا عامل لك مفاجأة. فقالت له ما كفاية بقى المفاجآت بتاعتك دي، قصدها ان المفاجآت بتاعته بتبقى حاجات عجيبة ومش مفهومة زي موضوع العقد ده مثلا. لا بس لقيت المرة دي ان المفاجأة حلوة فعلا. هو خدها مكان كده كله طيارات وركبوا طيارة شكلها جامد، وهي كان باين عليها ان هي مبسوطة قوي بالوقت اللي بتقضيه معاه ده. بعد ما خلصوا كانوا واقفين بيتكلموا سوا، جري جاله تليفون من الشغل بيقولوا له انت لازم تيجي دلوقتي عشان في حاجات مهمة محتاجينك فيها. فقال لي انا معلش بقى انا كنت عاوز اقعد معاك اكتر من كده، بس انت شايفه اهو كلموني عشان الشغل، وعلى العموم خليك انت يومين كده قاعدة مع مامتك عشان مزاجك يبقى احسن، ولما تيجي هنبقى نتقابل. قعدت لها بتاع يومين كمان وخلاص بقى سلمت على مامتها وسافرت. بالليل بعد ما وصلت راحت لجري البيت عشان يقعدوا سوا، قاعدين بيتكلموا بس انا زعلانه جامد لان جري كل اللي بيفكر فيه انه يعمل معاه علاقه وخلاص. فبتقول له العلاقه مش كل حاجه، في حاجات احسن من كده. هي بتحبه فعاوزه تعيش معاه جو رومانسي بس هو ملوش في الكلام ده، وهو مفيش فايده، عاوزه تمضي على عقد عشان يسيطر عليها ويمشيها على مزاجه. وكل ما بتقول له انا هستفيد او هكسب ايه من العقد ده فبيقول لها انت هتكسبي ان انت تبقي معايا. قالت له طب دلوقتي انا لو عملت لك اللي في دماغك ووافقت على الكلام ده وجيت عملت حاجه غلط بتخالف اللي مكتوب في العقد، فساعتها انت ممكن تعمل ايه يعني؟ فقال لها يبقى في عقاب. قالت له تعاقبني ليه اساسا؟ يعني انا بحبك وعاوز اعيش معاك بمزاجي وحياتنا تبقى بسيطه كده والدنيا ما بيننا تبقى ماشيه بشكل طبيعي، فايه لازمه الكلام اللي انت هتعمله ده كله؟ لا انا مش موافق على الكلام ده. واللي بيعمله ده ممكن عشان عنده مشاكل نفسيه من مواقف حصلت له زمان لما كان صغير فاثرت بقى على الشخصيه بتاعته وخلت عنده يبقى في صعوبه في التعامل مع الانسانه اللي هيرتبط بيها. وعشان المشكله النفسيه دي فهو عاوز يبقى بيحس بقيمته، عاوز واحده يمتلكها وتعمل اللي يقول لها عليه، ولو ما عملتش كده هيعاقبها وممكن يضربها كمان. خلاص بقى هو مصمم على اللي في دماغه، انا مش موافق على الكلام ده، فسابته ومشيت. بيبص لها كده ومش عاوزه تمشي، وهي اصلا مش عاوزه تمشي وعاوزه تكمل معاه، بس الحاجات اللي في دماغه دي هي اللي مبوظه الدنيا ما بينهم. انا يعني بتحاول ان هي تمشي في حياتها بشكل طبيعي، لكن الحقيقه بقى ان الموضوع مش سهل خالص، لان هي حبت جري قوي وكانت عاوزه تكمل معاه، وما كانش يجي في دماغها ان هيحصل ما بينها وما بينه اللي حصل ده. فمن ساعتها حالتها النفسيه مش احسن حاجه خالص، بس هي بتحاول تحط نفسها في الشغل عشان تطلع من الحاله اللي هي فيها دي وتفوق لحياتها. قدمت في كذا حاجه لغايه ما جالها الشغلانه اللي هي عاوزاها، وهي دلوقتي بتستلم الشغل بتاعها واول يوم ليها هناك. واشتغلت في دار نشر للكتب، مكان يعني بيطبعوا ويألفوا فيه الكتب الأدبية، والمكان اللي اشتغلت فيه مكان جامد وليه الاسم بتاعه في المجال ده. أمها كلمتها عشان بتشوفها عاملة ايه في حياتها وبتشوف دنيتها يعني في الشغل الجديد، وسألتها عن جري عشان بتحاول تفهم منها ايه اللي حصل وسبب المشاكل اللي ما بينهم دي، بس هي مش عاوزة تحكي أي حاجة من الحاجات اللي حصلت. وقالت لا مفيش، هو احنا اختلفنا شويه بس. بعد كده الباب خبط ففتحت ولقيت ان جري بعت لها ورده عشان بيبارك لها على الشغل الجديد. هو طبعا لسه مش قادر يشيلها من دماغه فمتابعها كده من بعيد لبعيد. خدت الورد وكانت هترميه لان خلاص هو بالنسبه لها الموضوع كده انتهى، بس رجعت في كلامها وما رضتش ان هي ترميه. صاحبتها سافرت مع اخو جري مكان حلو كده وبيقضوا وقت مع بعض، وبعتوا لها فيديو عشان الشغل الجديد بيقولوا لها مبروك يعني. واخو جري بيقول لها انا مش فاهم اخويا ده حصل له حاجه في دماغه ولا ايه عشان يسيبك؟ يعني مفيش حد انت تبقي معاه ويفكر انه يسيبك. بالليل نزلت عشان كانت معزومه في افتتاح معرض للتصوير، صاحبها المصور هو اللي كان بعت لها الدعوه دي، بس اتخضت كده اول ما شافت ان هو حاطط الصور بتاعتها هناك. جه وسلموا على بعض فبتقول له ايه اللي انت
عامله ده انت حاطط صوري في كل حته. قال لها اكيد طبعا، ما انا مش هلاقي حاجه احسن من كده عشان انافس بيها في المعرض ده، والصور دي تعتبر من اجمد الاعمال بتاعتي. قالت له مش المفروض تقول لي الاول قبل ما كنت تنزل الصور دي؟ قال لها يعني انا لو كنت قلت لك كنت هتسيبيني انزلهم؟ ما انت كنت هتقعدي تقولي لي لا عشان انا بتكسف والشغل بتاعك ده. قالت له ما دي حقيقه، انا ما كنتش هخليك تنزلهم عشان انا بتكسف فعلا. قال لها ما انا فاهم دماغك، فحطيتك قدام الامر الواقع على طول. واحده بتقول له دلوقتي ده في حد جه واشترى كل الصور بتوع انا، فبيقول لي انا شفت بقى الصور بتاعتك كلها اتباعت، المهم استنيني هنا واوعي تمشي، انا هشوف الدنيا على طول واجيلك، هخلص وبعد كده هنطلع على مطعم حلو ونتعشى مع بعض عشان المناسبه الحلوه دي. فقالت له تمام، وكانت واقفه مستنياه بس بتبص فجاه كده فلاقي جري في وشها. قالت له انا كده فهمت، انت بقى اللي اشتريت كل الصور بتاعتي. قال لها اكيد طبعا، انا مش هسيب حد تاني هو اللي ياخدهم عشان يقعد يبص عليكي. قالت له طب انت جيت ليه دلوقتي اصلا؟ قال لها انا جيت عشانك انت، عشان انت وحشتيني وكنت محتاج ان انا اشوفك. كانت هتسيبه وتمشي عشان هي لسه زعلانه منه جامد، بس قال لها استني واسمعيني، هما كلمتين بس هقولهم لك ولو كده هسيبك ومش هضايقك خالص. قالت له خلاص ماشي، قولي اللي انت عاوزه وانا سامعاك. قال لها لا اكيد احنا مش هنتكلم هنا، تعالي معايا هنقعد في مكان نتعشى ونتكلم. قالت له تمام انا هاجي معاك، اقعد نتعشى ونتكلم بس، لكن مفيش حاجه ازيد من كده. قال لها تمام ما تقلقيش. قالت لصاحبها معلش بقى انا همشي دلوقتي، بس الشغل اللي انت عامله كان حاجه جامده ونفسي ان انا اشوفك في النجاح ده على طول. وسلمت عليه وحضنته، بس لما جري شاف كده كان هيموت. هو ما بيطيقش يشوفها مع حد تاني يعني بيتكلموا او كده. قاعدين دلوقتي في مكان عشان يتعشوا ويتكلموا، بس جري قاعد ساكت ما بيتكلمش، عمال بيبص لها بس. فقالت له لا احنا مش هنقضيها ساكتين كده، تعالى نتكلم، شوف انت عاوز تقول ايه وانا سامعاك. قال لي انا عاوز نبقى مع بعض، واي حاجه مش عاجباكي في العقد هنشيلها، ومفيش اي شروط هتمشي عليها ولا عقاب ولا اي حاجه من الكلام ده، انسي بقى كل ده وممكن نلغي العقد خالص. انت لما مشيتي انا نفسيا بقيت في حاله صعبه، وكل اللي انا عاوزه دلوقتي ان انت تبقي معايا تاني. قالت له انا عشان ابقى جنبك ومعاك فلازم افهم ولازم نتكلم مع بعض بصراحه. قال لها انت عاوزه تعرفي ايه بالظبط؟ فقالت له كل حاجه، وقول لي بقى ايه اللي حصل وسبب لك المشاكل النفسيه دي، وبطل بقى تهرب مني كل ما اسالك، الموضوع ده انا مش هقبله تاني ولازم افهم. قال لها امي اللي ولدتني ماتت لما كنت صغير، وانا كنت قاعد جنبها في اللحظه دي ومش عارف اعمل لها اي حاجه. جم خدوها عشان يدفنوها وانا ودوني للمستشفى لاني كنت في صدمه وحالتي ما كانتش كويسه خالص. امي اللي ربتني بقى دي اسمها جريس، ودي اللي انت شفتيها. هي ساعتها كانت بتشتغل دكتوره في المستشفى، ولما شافتني صعبت عليها فاتبنتني بقى وخدتني عايش معاها، وهي بالنسبه لي مهمه جدا في حياتي. زعلت وتاثرت جامد من الحاجات اللي حصلت له دي، وهم كده خلاص اتصالحوا وبقوا مع بعض تاني. وصلها البيت وسلم عليها، بس قبل ما يمشي ساب لها بوكس كده فيه هديه، ولما دخلت وفتحت الهديه دي فلقيته انه جايب لها اللابتوب والعربيه بتاعتها، لان هي كانت اديتهم له لما اتخانقت معاه فجابهم لها تاني وجاب لها فوقيهم ايفون هديه. كانت واقفه بتقفل الشباك قبل ما تنام، وكان في واحده كده شكلها مش طبيعي واقفه قدام الشباك وبتبص عليها. انا كانت في الشغل وهي نازله لقت نفس البنت اللي كانت واقفه قدام الشباك بتاعها بالليل بتنده عليها باسمها. ما بقتش فاهمه هي ازاي تعرف اسمها وهم اصلا ما تقابلوش خالص قبل كده. والبنت دي كانت باصه لانا ومتلخبطه كده وبتقول لها خلاص انا اسفه مفيش حاجه، انا اصلا واحده ملهاش لازمه خالص. وانا ما لحقتش تفهم منها اي حاجه لان المدير بتاعها في الشغل جه وخدها ومشي. هم دلوقتي قاعدين في مكان جنب الشغل، المدير بتاعها عازمها قال لها تعالي هنشرب حاجه سوا ونقعد نتكلم شويه، وهي اتكسفت تقول له لا فوافقت وقعدت معاه وقعد يتكلم معاها في اي حاجه يعني كلام مش مهم خالص، بيكلمها عن الكتب اللي هي قريتها وحاجات زي كده. جري جه ولقاهم هما الاتنين قاعدين مع بعض، فدخل وسلم على جاك اللي هو المدير بتاع انا وفهمه انه يبقى البوي فريند بتاع انا، وهو اتضايق اول ما دخل وشافهم هما الاتنين قاعدين مع بعض، فعشان كده بيكلموا بطريقه مش حلوه قوي يعني. جاك بيقول له تعالى اقعد معانا واجيب لك حاجه تشربها. قال له لا مش هينفع دلوقتي عشان انا مستعجل بس، فخلينا بعدين، وخد انا ومشي. جاك بص للجري كده ما كانتش حلوه، وباين عليه قوي انه مش طايقه ومنفسن منه عشان انا بتحبه. هما ماشيين بقى مع بعض دلوقتي، فانا بتقول له والله انت كنت مكبر الموضوع وكلمت الراجل وحش، وهو اصلا ما فيش حاجه، ده مديري في الشغل وكنا بنتكلم عادي. قال لا انا فاهم وشايف بصته ليكي ما كانتش حاجه عاديه، وباين انه عينه منك وعاوز ياخد حاجه ملكي انا. قالت له ملكك ازاي؟ الكلمه ما عجبتنيش الصراحه، وهي ما بتحبش الاسلوب ده ان هو يقعد يقول لها انت ملكي ويعملها زيها زي اي حاجه هو بيمتلكها. طلع مع انا البيت بتاعها وواقفين سوا في المطبخ بيعملوا حاجه ياكلوها، وفضلوا بقى مقضين الليله دي كلها سوا، وجري بات عندها في البيت. بس بالليل وهم نايمين نفس البنت اللي كانت انا شافتها جت وواقفه قدامهم دلوقتي وعماله تبص عليهم وهم نايمين. انا لما حست بيها قلقت كده وبصت بس ما لقيتش حاجه، زي ما جت فجاه اختفت فجاه. ولما صحيوا انا كانت مبسوطه ان جري فضل موجود معاها لانه اول مره يعمل كده، هو على طول ما بيحبش ينام جنب حد وما بيحبش ينام بره البيت بتاعه، فهي اكيد مبسوطه لانها شايفاه انه بيحاول يتغير عشانها. بتديله شيك تاني كان هو مديهولها عشان تدفع حاجه بس هي دلوقتي مش محتاجاه. قال لها مفيش مشكله خليه معاكي، فقالت له لا انا مش محتاجاه وقامت مقطعاه. وهو طبعا عندي فبيعاند معاها، وكلم حد عنده في الشغل خلاه انه يحول لها الفلوس على الحساب بتاعها في البنك. فقالت له ايه ده كمان؟ ده انت مش سهل خالص، انت وصلت للحساب بتاعي في البنك؟
قاعدين في مكان بيفطروا وبيقول لها اعملي حسابك بقى بالليل انت هتيجي معايا عشان ابويا وامي عاملين حفله نحضرها سوا. الحفله دي عاملينها عشان بيخلوا كل الناس اللي موجوده فيها تتبرع بفلوس. قالت له تمام بس انا مش عامله حسابي ولسه بقى عاوزه اظبط شعري وحاجات زي كده فمش جاهزه يعني. قال لا دي حاجه بسيطه ما تقلقيش خالص، انا دلوقتي هاخدك ونطلع على مكان اظبط لك كل الكلام ده. بس خدوا بالهم ان نفس البنت كانت واقفه الناحيه التانيه وبتبص عليهم، وانا لاحظت على وش جري انه اول ما شاف البنت دي انه يعرفها قبل كده، لان اول ما شافها رد فعله كان باين يعني. وهم ماشيين فبتساله بتقول له انت تعرف البنت دي قبل كده؟ قال لها بعدين بقى هنبقى نتكلم في الموضوع ده، بس انت ما تقلقيش خالص من اللي هي بتعمله وسيبيها عليا انا هظبطها لك ومش هخليكي تشوفيها تاني. هو ما قالهاش اجابه واضحه انه كان يعرف البنت دي ولا لا، بس الدنيا باينه يعني وانا ملاحظه ده. خدها قدام مكان يعرفه عشان تظبط شعرها وتكون جاهزه للحفله بتاعت بالليل. والست صاحبه المكان زي ما يكون ما صدقت ان هي شافته وقامت مسلمه عليه وبايساه، وواضح من الطريقه اللي بيتعاملوا بيها ان هم يعرفوا بعض كويس قبل كده. وقال لها خدي بالك عشان انا موجوده معايا، وانا كانت واقفه وشايفه اللي بيحصل ده. انا كانت تعرف الست دي قبل كده لان جري مكلمها عليها، بس ما كانوش شافوا بعض يعني. الست دي كانت صاحبه امه وزمان دخل معاها في علاقه، وهي بقى سبب من الاسباب اللي عملت له المشاكل النفسيه اللي موجوده عنده دلوقتي. هي اتضايقت لما شافتها بتتعامل معاه كده، بس جري قال لها ان مفيش حاجه ما بينهم وكل اللي ما بينهم دلوقتي الشغل. قالت له يعني بعد كل المشاكل النفسيه اللي هي عملتها لك وداخل معاها في شغل ما تبعد عنها خالص مالكش دعوه بيها. فقال لها البيزنس ملوش دعوه بالكلام ده، هي خلاص كده مش عاوزه تعمل شعرها عند الست دي وعاوزه تمشي. فجري قال لها تعالي نطلع على البيت عندي وانا هبقى اجيب لك حد يعمل لك شعرك هناك. بس هي كانت واقفه مكانها مش عاوزه تمشي عشان لسه متضايقه. فقال لها انت لو ما مشيتيش معايا دلوقتي انا هشيلك، وكان هيشيلها فعلا بس مشيت معاه عشان ما عملهاش يعني فضايح في الشارع. هما دلوقتي في البيت عند جري، وانا سالته تاني عن البنت اللي كل شويه بتطلع لها دي. فقال لها دي انا كنت مرتبط بيها بس انفصلنا بعد كده، وهي ارتبطت بحد تاني بس بعد كده حصل لها مشاكل في حياتها فخلت نفسيتها تبقى تعبانه شويه، ومن ساعتها بقى بتعمل حاجات مش مظبوطه كده. جاب لها حد في البيت عشان يعمل لها شعرها وكان واقف كده بيبص عليهم، بس سابهم ومشي اما حس ان هي مش على راحتها. هما كده خلاص وصلوا الحفله، بس قبل ما يدخلوا بيديها ماسك وبيقول لها البسي الماسك ده. فقالت له ده بتاع ايه؟ قال لها معلش اصل انا نسيت اقول لك ان دي اصلا حفله تنكريه. دخلوا الحفله وسلمت على مامته، ومامته كانت مبسوطه قوي ان هي شافتها تاني. كل الناس اللي قاعدين في الحفله دي ناس اغنياء وموجودين دلوقتي عشان يتبرعوا بفلوس، وانا لما شافت كده اتبرعت هي كمان بالمبلغ اللي جري كان مديهولها. هو كان مديلها 24,000 دولار وهي مش عاوزاهم فاتبرعت بيهم كلهم. قال لها ليه عملت كده؟ انا مديك الفلوس دي عشانك انتي. فقالت له انا مش محتاجاهم، في ناس تانية هم اولى بيهم، الناس دي هتبقى محتاجه الفلوس اكتر مني. الحفله دي معموله في البيت بتاع جريس اللي هي امه اللي ربته، وهو كان عايش في البيت ده وهو صغير. فطلع انا الاوضه بتاعته زمان وهي كانت مبسوطه ان هي شافتها. كان في صوره موجوده لامه الحقيقيه وانا شافتها، فبتقول له هي دي صوره مامتك؟ اتضايق كده وما كانش حابب يتكلم عنها. فقالت له خلاص بقى احنا نقفل الموضوع ده. انا كانت نازله على السلم عشان تروح الحفله تاني، بس وهي معديه كده كان في واحد واقف وبيصور بالموبايل بتاعه وصوره موجوده على الحيطه لعلي الجري، وكمان كان بيبص لأنا كده بصه مش طبيعيه وهي ما خدتش بالها منه خالص. دلوقتي هي واقفه بتظبط الميك اب بتاعها، فجت الست اللي هي صاحبه ام جري واللي هو كان دخل معاها في علاقه، ودخلت تكلم أنا كده على طول وهم اصلا ما يعرفوش بعض. وبتقول لها انا ما كنتش اعرف ان ذوق جري بقى حلو كده، وكان بقالي مده نفسي اقابلك عشان اشوف شكل البنت اللي خلت جري يحبها. قالت لها بقول لك انت مالكيش كلام معايا وانا عارفه اصلا الحاجات اللي انت عملتها في جري، وهي قصدها ان دي ست مش كويسه وبسببها خلت جري جاله مشاكل نفسيه. انا مش طايقه تتكلم معاها فسابتها ومشيت، وجري شافها جايه زعلانه كده وبتقول له ان هي عاوزه تمشي دلوقتي، وكمان شاف الست جايه من نفس المكان اللي انا كانت واقفه فيه، ففهم ان هي كلمتها وضايقتها. وهم في الطريق فبيقول لها كانت بتقول لك ايه؟ قالت له انا مش عاوزه اتكلم دلوقتي. كانت تعبانه ومتضايقه فنامت لها شويه كده، وجري دلوقتي بيصحيها عشان هم وصلوا خلاص. بس لقوا ان في حاجه مش طبيعيه كده حصلت، ان في حد جه وكسر العربيه بتاعت انا. قال لها المكان كده ما بقاش امان خالص لان الجراج ده في نفس البيت بتاع جري، فممكن اللي عمل كده طلع البيت. خدها وهيباتوا دلوقتي في اليخت بتاعه لحد ما يفهموا فيه ايه ومين اللي عمل كده. الصبح خدوا اليخت وبيتفسحوا شويه، وانا قالت له ان هي نفسها تسوق بس خايفه. قال لها لا ما تخافيش انا هخليكي تسوقي، وكانت مبسوطه قوي بالوقت الحلو اللي هي بتقضيه معاه. المدير بتاعها في الشغل قال لها ان هو محتاجه تسافر معاه المدينه تانية عشان عندهم شغل هيخلصوه هناك، وقال لها انه هيحجز لها اوضه لوحدها في الفندق اللي هيبقوا قاعدين فيه. وهي قاعده بتتعشى مع جري فكلمته في الموضوع ده، بس قال لها لا ما تسافريش مع حد. هي كانت في الاول مصممه ان هي تسافر، بس لما اتكلم معاها شويه فاقتنعت يعني، وفهمت انه خايف عليها ومش عاوزه تبعد عنه. وفهمها كمان ان المدير بتاعها في الشغل سكته مش حلوه، وكان في كذا واحده من اللي شغالين معاه كلهم سابوه مشي عشان بيقعد يعاكسهم وبيضايقوا. فقالت له خلاص بكره في الشغل انا هبقى ابلغه ان انا مش
تسافر معاه. تاني يوم كانت في الشغل وبعد ما خلصت فبلغته بقى ان هي مش هتسافر معاه، بس فجأة قام قافل الباب وكان عاوز يدخل معاها في علاقة، وقعد بيقول لها سيبك من جري، انا احسن منه وفلوسه مش هتنفعك بحاجة، لكن انا هفيدك في الشغل، يعني لو بقيتي معايا فانا هسهل لك الدنيا ان انت تنجحي في الحاجات اللي انت بتحبيها. وطبعا مفيش حد موجود دلوقتي في الشغل معاها عشان يلحقها، بس عرفت تفلت منه وطلعت تجري، واول ما نزلت تحت لقت جري في وشها، كان هيطلع ياكله علقة بس هي اللي منعته عنه، بس خلى السواق بتاعه هو اللي يطلع عشان يجيب لها الشنطة والحاجة اللي سابتها فوق. قاعدين في البيت بس هي لسه مصدومة من اللي حصل، وجري يكلم حد في التليفون بعلاقاته بقى خلى انه يترفد من الشغل. تاني يوم انا كان عندها اجتماع مع الاداره بتاعتها في الشغل، وقالت لهم على شويه افكار هتفيدهم، فحطوها بقى مكان المدير اللي مشي. بالليل اتقابلوا قاعدين مع بعض بيحتفلوا باللي حصل، وانا قالت له هو انت كلمت حد او ليك علاقه ان انا امسك مكان المدير في الشغل؟ فقال لا انا ماليش علاقه بالكلام ده، وانت وصلت لكده عشان انت مميزه في الشغل بتاعك. جري وصل انا للبيت بتاعها وهيقف يستناها شويه تحت لحد ما تطلع هتلم الحاجه بتاعتها المهمه، لان بعد كده هتروح تعيش معاه في البيت بتاعه على طول. اول ما طلعت لقيت البنت اللي هي بتشوفها في كل حته واقفه لها وعاوزه تموتها، عشان متضايقه ان جري سابها واختار انه يكمل مع انا مع ان هي بتحبه، فعاوزه تنتقم منها وتموتها. بس جري جه وخلاها توقف اللي بتعمله ده، قال للسواق بتاعه انه ياخد انا دلوقتي من هنا ويوصلها على البيت. بس هي مصدومه من الموقف اللي حصل ده، وكمان جالها خوف كده من جري عشان شافته انه بيتعامل مع البنت دي بطريقه مش طبيعيه وانه سيطر عليها، وهو كمان اللي وصلها للحاله النفسيه الوحشه اللي هي فيها دلوقتي. سابت السواق ومشيت، مرضتش تروح البيت دلوقتي عشان هي مخنوقه وعاوزه تتمشى شويه. جري دلوقتي في البيت بس هيموت من القلق عليها لانه قاعد بتاع 3 ساعات او حاجه مستنيها وهي لسه ما جاتش. اول ما فتحت الباب ودخلت كان بيزعق لها عشان هو قلقان عليها، وبيقول لها انت كنت فين بقى عشان انا كنت هموت عليكي. فهمته ان هي قلقت وخافت منه من طريقته مع البنت اللي هو كان مرتبط بيها دي، وسالته انت عملت فيها ايه او وديتها فين؟ فبيقول لها ما تقلقيش انا رجعتها تاني للمصحه النفسيه عشان هي كانت هربت منها. قالت له بص بقى انا ليا شخصيتي ومش هينفع ان انت تعمل معايا زي ما عملت مع البنت دي، يعني مش هخليك تتحكم فيها بالشكل ده ومش هكمل معاك اصلا لو الموضوع هيبقى كده. قال لها انت مختلفه عن اي حد وانا بحبك ومستعد اعمل لك اي حاجه انت عاوزاها، ولو انت شايفه فيا اي حاجه مش عاجباكي انا مستعد بس اتغير عشانك. وهي كمان بتحبه، وبعد ما كلمها الكلام ده فخلاص بقى ما بقتش زعلانه منه والموضوع خلص. بعد كده جري وهو نايم كان بيحلم بكابوس، والكابوس ده بيفضل يحلم بيه على طول، وبيشوف حاجات من اللي كانت حصلت له فعلا زمان. كان في واحد مرتبط بامه اللي هي اللي ماتت، كان بيضربها ويعامله وحش، وجري كان بيبقى خايف منه فبيستخبى. انا لما شافته كده اتخضت عليه، بس هو صحي وقال لها انه كويس وطلب منها ان هي تتجوزه، وخدها في حضنه وكملوا نوم بقى لغايه الصبح. الصبح نزلوا وجري بيقول لأنا إنه هياخد السكرتيرة بتاعته وهيسافروا لمدينة تانية عشان عنده شغل هيخلصه هناك، ولا إنه مش هيطول في السفرية دي، هو يوم أو حاجة يكون بس خلص الشغل اللي عنده ويجي تاني. قالت له خلاص بس حاول تنجز وما تطولش هناك عشان في الحفلة بتاعت عيد ميلادك. امه اللي هي جريس وجوزها عاملين له حفله في البيت عندهم بمناسبه عيد ميلاده. كان سايق الطياره الهليكوبتر بتاعته عادي ومسافر بيها، بس فجاه بيحصل فيها مشكله وما كانش قادر انه يتحكم فيها، وممكن في اي لحظه حياته تنتهي، بس بيقدر انه يسيطر عليها تاني وبينزل بيها في مكان في الغابه. بالليل انا كانت سهرانه مع صاحبها وكمان صاحبتها واخو جري كانوا جم من السفر، فقاعدين كلهم سوا وهم قاعدين شافوا في التلفزيون الخبر بتاع جري، وبيقولوا ان الطياره بتاعته وقعت بس ملهاش اي اثر، فهم لسه مش لاقيينه ومحدش يعرف هو عايش ولا ميت. خدوا بعضهم وهم دلوقتي قاعدين في البيت عنده، بس كلهم هيموتوا من القلق عليه. فجأة لقوه بيفتح الباب وداخل، وكلهم اطمنوا لما شافوه. انا كانت عماله تعيط واعصابها كانت بايظه خالص عشان كانت قلقانه عليه جامد، خدها في حضنه عشان يخليها تهدى وتطمن. وجري يكلم هوزيه اللي هو صاحب انا لانهم كانوا شادين مع بعض قبل كده، فلما لقى ان هو كويس وجه مع انا في الموقف ده وما سابهاش فاتكلم معاه حلو وقال له شكرا يعني ان انت جيت وكده. خلاص الناس اللي كانت موجوده اطمنوا على جري وكلهم مشوا، وهما الاتنين دلوقتي قاعدين لوحدهم. كانت جايبه له هديه عشان عيد ميلاده، فقالت له افتحها وشوف فيها ايه. قالت له ايه رايك، حاجه مميزه صح؟ فقال لها حلوه بس دي ميداليه مفاتيح عاديه يعني. فقالت له طب ما تشوف كده اللي مكتوب عليها. فلما بص لقى ان مكتوب عليها كلمه يس او نعم، وده معناه ان هي موافقه تتجوزه، لان لما كان سالها قبل كده تتجوزيني هي ما كانتش ردت عليه في ساعتها، ودلوقتي بترد عليه بس بطريقه حلوه. دلوقتي هم موجودين في الحفله بتاعت عيد ميلاد جري اللي جريس عاملاها له في البيت عندها، وجري فاجئ الناس كلها وقال لهم ان هو وانا هيتجوزوا، وانا نفسها اتفاجئت لان هي ما كانتش تعرف انه هيعمل كده، وكل الناس كانوا مبسوطين بالخبر ده، هي واحده بس اللي ما كانتش مبسوطه اللي هي الينا صاحبه ام جري. دي كانت واقفه وباين على وشها ان هي هتموت اول ما سمعت ان هم هيتجوزوا، واستنت اول ما شافت انا واقفه لوحدها راحت لها وكلمتها بتقول لها مش انا قلت لك قبل كده ان انت تبعدي عن جري، هو انت ما بتسمعيش الكلام ليه؟ فانا قالت لها طب ما تبعدي انت بس عننا وكل حاجه
حاجه هتبقى تمام. والست دي فضلت تلخبط معاها في الكلام. بعد كده انا ما بقتش مستحمله تسمع منها حاجه. كانت بتشرب حاجه ماسكه في ايديها كاس وقامت دلقاها في وشها. جري جه وقال لها سيبينا في حالنا وكفايه القرف اللي انت بتعمليه ده. وجريس جت هي كمان وضربتها بالقلم وقالت لها انت تبعدي عن ابني خالص. خد انا ووقفوا في مكان لوحدهم عشان يقدم لها الخاتم بتاع الخطوبه، وما كانش واخد باله ان في حد شايفه، بس الناس كلها كانت واقفه فوق وشايفاهم. واول ما ادالها الخاتم قعدوا يسقفوا ويحتفلوا بيه. والناحيه التانيه كان في واحد واقف ومتابعهم، بس طلع انه جاك المدير بتاع انا وماسك صوره للعيله بتاع الجري. وطلع ان هو اللي كان واقف ولابس الماسك في الحفله قبل كده، والصوره دي كانت متعلقه على السلم وهو صورها بالموبايل، وشكله كده عاوز ينتقم من جري وانا عشان اللي عملوه فيه. هما دلوقتي بيتجوزوا وده الفرح بتاعهم وعازمين كل اصحابهم والناس كلها مبسوطه. بعد ما خلصوا الفرح على طول طلعوا على المطار عشان ياخدوا الطياره الخاصه بتاع الجري ويسافروا باريس يقضوا شهر العسل هناك. ماشيين بالعجل في شوارع المدينه بيتفرجوا عليها وعاجبهم الجو هناك بالليل، وكل يوم بينزلوا بقى اماكن مختلفه ومقضين وقت حلو. كانوا قاعدين مبسوطين والدنيا ماشيه معاهم تمام لحد ما كلمتهم السكرتيره بتاع الجري وبتقول لجري معلش ان انا كلمتكم وانتوا بتقضوا شهر العسل، بس في حد جه الشركه النهارده ودخل المكان اللي هو فيه جهاز الكمبيوتر اللي عليه البيانات كلها، وقدر انه ياخد كام ملف كده من الملفات بتاعتك. وبعد ما خلص ولع في المكان ومشي. بس الدنيا تمام ما تقلقش، النار ما لحقتش تعمل حاجه لان جهاز الانذار اشتغل اول ما ولعت وطفاه. واول ما انا وجري شافوا الفيديو اللي هو متصور من كاميرات المراقبه قالوا لها اللي عمل الموضوع ده كله جاك اللي هو كان المدير بتاع انا في الشغل. قالت لهم طب كويس بقى ان الكاميرا جابت وشه وبقينا فاهمين مين اللي عمل كده. وقالت له معلش بقى ان انا كلمتك وقلت لك حاجه زي كده وانتوا في شهر العسل، بس الموضوع ده مهم وكان لازم اقول لك عليه. قال لا مفيش مشكله، بس انا لازم اجي دلوقتي عشان اشوف هعمل ايه في اللي حصل ده. الصبح على طول طلعوا على المطار عشان يسافروا، وفي حد هناك قابل جري وسلم عليه. وانا سالته ده مين. هو في الاول ما كانش عاوز يقول لها، بس بعد كده قال لها ده كانت متجوزاه لينا اللي هي صاحبه ام جري. قعدوا مع بعض شويه وانفصلوا. هما كده خلاص وصلوا. اول ما طلعوا كان في ناس من اللي هم شغالين عند جري واقفين ومستنيين. وانا وجري لما شافوهم اتكسفوا شويه عشان هو كان طالع وشايلها وما كانوش واخدين بالهم ان في حد واقف ومستنيه. وجري جايب لقينا الاتنين دول عشان يمشوا معاه على طول ويحموها، لان هو خايف من جاك ان ممكن يجي ويعمل في انا حاجه. ودلوقتي انا عملت لجري اكل وقاعدين بياكلوا مع بعض وبيتكلموا. وقالت له ان هي نفسها تخلف منه. قال لها تمام بس بلاش خلفه دلوقتي عشان نقضي وقت كده مع بعض قبل الخلفه وتربيه العيال ووجع الدماغ ده. الصبح وصلت الشغل بتاعها والبودي جارد كان ماشي معاها، وهي بقى لها فتره ما راحتش الشغل عشان كانت واخده اجازه وبتقضي شهر العسل مع جري. بس اول ما دخلت المكتب بتاعها اتفاجئت عشان كل حاجه فيه بقت جديده، وبتقول للمديره بتاعتها هو انا في المكتب بتاعي كده صح ولا ده مكتب تاني ولا ايه؟ قالت لها ما تقلقيش انت في المكتب بتاعك وكله تمام، بس احنا جددنا الدنيا كده عشان انت اصلا اترقيتي. قالت لها ازاي بس ده محدش قال لي خالص على موضوع الترقيه ده. قالت لها ما انت اترقيتي وانت في الاجازه ودلوقتي انت بقيتي ماسكه القسم بتاع القصص الخياليه. وهي كانت مبسوطه وصاحبتها جت عشان تبارك لها وتسلم عليها، بس المديره بتاعتها كانت عماله تبص لها كده من تحت لتحت وشكل وشها ان في حاجه ما تطمنش. وبعد كده سابتها ومشيت. وصاحبتها في الشغل بتقول لها هو مين الراجل اللي معاك اللي شكله حلو ده؟ قالت لها شكله حلو ايه ده البودي جارد بتاعي. وصاحبتها اتفاجئت كده عشان اول مره تشوف حد معاها في الشغل معاه بودي جارد والشغل الجامد ده. وانا بتقول لها عاوزين نشوف له مكان عشان يقعد فيه. فقالت لها ما تقلقيش انا هظبط له مكان، وشكلها معجبه بيه. انا قالت لها طب ما تهدي شويه وخلينا نشوف الشغل بتاعنا احسن. قالت لها خلاص ماشي انا همشي دلوقتي عشان اظبط شويه ايميلات وحاجات في الشغل. بس قبل ما تمشي انا كانت جايبه لها هديه من باريس واديتها لها. وصاحبتها كانت مبسوطه قوي ان هي افتكرتها وجابت لها حاجه معاها. انا كانت قاعده مع حد اسمه بويس وبتخلص معاه حاجات في الشغل. جري جه ودخل عليهم فجاه واتكلم معاه بس بطريقه مش كويسه، وقال له ممكن تمشي تقعد شويه بره عشان انا عاوز اتكلم مع انا. فانا قالت له ايه اللي انت بتقوله ده، احنا لسه قاعدين وبنخلص حاجات في الشغل مش هينفع كده. بس بويس لما لقاهم هيتخانقوا مع بعض فقال لها انا هطلع شويه وهجيلك تاني لما تخلصي معايا. هو جالها عشان كان قلقان عليها وعمال بيبعت لها بس هي ما بتردش عليه عشان ما خدتش بالها كانت بتخلص الشغل بتاعها. قال لها انت اصلا مش محتاجه للشغل فممكن تسيبيه وتبقي موجوده في البيت ونبقى قاعدين مع بعض طول الوقت. فقالت له لا طبعا انا بحب الشغل بتاعي وعاوز اكمل فيه. فقال لها مفيش مشكله خلاص بدل انت حابه كده تمام. ودلوقتي بتضحك وبتهزر معاه وبتقول له امشي بقى عشان اخلص الشغل بتاعي وعاوز تبقى تحلق دقنك شويه عشان تولد. فضحك كده وقال لها خلاص تمام الساعة 5 بقى هعدي عليك عشان اخدك ونطلع على البيت. والساعة 5 فعلا كان مستنيها عشان ياخدها معاه وكان حالق دقنه زي ما قالت له. هو دلوقتي وداها بيت موجود على جزيرة، والبيت ده كانت شافته قبل كده لما كانوا ماشيين باليخت بتاع جري. فقال لها انا لقيتك كنت حابة منظر البيت ده لما شفتيه فخلاص دلوقتي انا اشتريته وبقى بتاعك.
وهي كانت مبسوطه قوي ان هو عمل كده. وكان في واحده موجوده هناك اول ما شافته سلمت عليه وبسته، وانا سلمت عليها وقالت لها انا شفتك قبل كده، انت كنت موجوده في الفرح بتاعنا. جري قال لها هي كانت موجوده وهي صاحبه اليوت اخويا، وقال لها ان دي اسمها جيا وبتشتغل مهندسه وهو جايبها هنا عشان تظبط لهم البيت اللي هيعيشوا فيه. دخلوا البيت جوه عشان بيتكلموا، وجيا بتقول لهم ان هي عاوزه تهد البيت كله وتعمله من جديد. بس انا لاحظت ان هي بتتعامل مع جري كده بشكل مش مظبوط، وقالت لها مش هينفع اللي انت بتقوليه ده خالص، احنا مش هنهد البيت وانا عاوزاه زي ما هو. فبتبص لجري وبتحاول تقنعه ان هم يهدوا البيت، وقال لها لا بدل انا مش عاوزه كده يبقى خلاص. وانا انبسطت لما شافته ان هو مشى الكلام اللي هي بتقوله، وسابهم شويه ومشي عشان كان في حد بيكلمه في التليفون. وانا قالت لها انا شايفاكي ان انت بتتعاملي مع جري بشكل مش عاجبني خالص، فبعدي بقى عن جوزي وشيليه من دماغك. جيا بصت فلقت ان جري جاي عليهم، حاولت ان هي تقفل الكلام مع انا عشان جري ما ياخدش باله من اللي هي بتقوله، وقالت لها خلاص هعمل لك اللي انت عاوزاه. خلصوا وبيسلموا على جيا وهيمشوا كلهم، وجري ادى مفاتيح العربيه لانا عشان هي كانت قايله له ان هي عاوزه تسوق، وكانت مبسوطه وماشيه بسرعه قوي بالعربيه وبتهزر مع جري بتقول له ان دي اول مره تسوق فيها عربيه سباق. وكان قاعد جنبها خايف وبيقول لها انت ممكن تمشي بالراحه شويه. السواق بتاع جري كان ماشي معاهم بس في عربيه تانية، وكلم جري بيقول له ان في عربيه ماشيه وراهم وبتراقبهم. وانا اول ما بصت في المرايه شافتها، وجري قال لها تحاول تهرب من العربيه دي. انا طلعت بتسوق حلوه قوي وقدرت ان هي تفلت من العربيه اللي كانت ماشيه وراهم، ودلوقتي خلاص بقوا في امان. السواق بتاعه قدر يصور اللي كان سايق العربيه، الصوره مش واضحه قوي ده مين، بس اللي باين ان هي واحده ست. انا وجري موجودين دلوقتي في البيت وهي قاعده بتعمل له شعره، بس كانت محتاجه مقص فقال لها ان في مقص في المكتب. وهي بتجيب المقص شافت ان في مسدس هو شايله في المكتب عنده، فسالته انت ليه شايل المسدس معاك؟ قال لها ده مش بتاعي، ده كان مع البنت اللي جت عندك البيت وكانت عاوزه تموتك، خدت منها المسدس وشيلته معايا عشان ما تعملش بحاجه. قالت له طب ما انت كنت اديته للبوليس احسن. قال لها لا الموضوع مش مستاهل ان انا اعمل لها مشكله على الفاضي. الصبح كان بيكلم انا عشان هو دلوقتي مسافر عنده شغل هيخلصه، وبيقول لها خدي بالك من نفسك، انا قدامي بتاع يومين كده او حاجه لحد ما اخلص الشغل اللي عندي واجي تاني. بالليل قابلت صاحبتها وقاعدين بيتكلموا مع بعض شويه. صاحبتها لما شافت البودي جارد اللي ماشي مع انا قالت لها ان اخوه اليوت هو كمان معاه بودي جارد، وقال ان جري جايب بودي جارد للعيله بتاعته كلها، وبتقول لها ان جري بيعمل كده لانه عارف ان جاك ممكن يأذيه او يأذي حد من عيلته. قامت هي وصاحبتها من المكان اللي كانوا قاعدين فيه وبيستعدوا دلوقتي عشان يمشوا، بس انا بتبص على الموبايل بتاعها لقيت ان جري متصل بيها بتاع 6 مرات، وهي ما خدتش بالها بقى عشان كانت قاعده بتتكلم مع صاحبتها. وقالت لصاحبتها ان كده جري ممكن يبقى قلقان عليها جامد. حاولت تكلمه بس لقيت ان تليفونه مقفول. اول ما وصلت البيت ودخلت الاوضه بتاعتها جاك جه من وراها ومسكها وكان عاوزها تمشي معاه، بس البودي جارد اللي معاها سمع ان في حاجه مش مظبوطه بتحصل، جه عشان يشوفها واول ما لقاها كده طلع المسدس بتاعه على طول وقال لجاك انه يسيبها. في واحده بتشتغل مع البودي جارد جت من ورا جاك وقدرت تسيطر عليه ووقعته على الارض. بعد كده في حد من البوليس جه وقعد يتكلم مع انا شويه عشان يفهم منها ايه اللي حصل وجاك عمل لها ايه بالظبط، وبعد كده خدوا جاك معاهم عشان يحبسوه. الصبح اول ما انا صحيت لقيت ان جري جه وقاعد قدامها، وكان شكله متضايق عشان هو كان بعيد عن انا وما قدرش انه يحميها من اللي حصل ده. في الشغل المديره بتاعت انا جت لها وبتقول لها ان هي شافت في موقع الاخبار اللي حصل لها، وبتقول لها هو جاك عمل معاكي ليه كده، وبتحاول تفهم منها تفاصيل عن اللي حصل. بس انا قالت لها ان هي مش حابه تتكلم في الموضوع ده وخلتها ان هي تمشي. جري كان مستني انا قدام الشغل بتاعها وكلمها في التليفون، قال لها ان هي تنزل له دلوقتي عشان ياخدها ويتفسحوا شويه. هم وصلوا دلوقتي المطار وطالعين الطياره الخاصه بتاعت جري، اول ما دخلت الطياره بتبص لقت اخو جري واصحابها كلهم موجودين، وجري عمل لها المفاجاه دي عشان يخليها مبسوطه لانه هو عارف ان هي كانت عاوزه تقابل اصحابها وتقعد معاهم، وكلهم هيقعدوا مع بعض عشان يقضوا يومين في البيت بتاع جري. البيت ده موجود في مكان حلو في الغابه. كانوا واقفين ولقوا جري قاعد بيعزف على البيانو وبيغني كمان، ودي كانت اول مره يسمعوه وهو بيغني وطلع صوته حلو. بالليل انا كانت موجوده في مكان ولقت جاك واقف وراها، واول ما بصت في وشه قامت من النوم مخضوضه، بس طلع ان ده كابوس وهي كانت بتحلم. تاني يوم جري خدهم ونزلوا كلهم الديسكو عشان يسهروا هناك، وفي واحد عاكس انا وهي بترقص فضربته بالقلم، وجري جه على طول اول ما شاف كده، بس الراجل حاول يضربه لكن جري فلت من الضربه بتاعته وقدر ان هو اللي يضربه والموضوع خلص. كملوا بقى السهره بتاعتهم عادي ومفيش حاجه. واليوت اخو جري عمل لهم كلهم مفاجاه وقدم خاتم الخطوبه لصاحبه انا، وكلهم كانوا واقفين ومبسوطين. هما دلوقتي خلصوا الاجازه خلاص وموجودين في طياره عشان مسافرين المدينه بتاعته. الضابط اللي بيحقق مع جاك عدى على انا في البيت وبيقول لها ان جاك بيقول انه كان على علاقه بيها وان هو ما عملهاش اي حاجه وهي اللي بتتبلى عليهم لفق له التهم. قالت له لا الكلام ده ما حصلش وهو بيقول كده عشان يطلع من القضيه. تاني يوم انا كانت موجوده في المحكمه عشان تشوف القضيه بتاعت جاك هيحصل فيها ايه. اتحكم عليه ان هو خلاص هيطلع بس هيدفع كفاله $500,000، وانا كان باين على وشها ان هي اتضايقت عشان جاك هيطلع ومش هيتحبس. بعد كده حست بوجع في بطنها فطلعت على الدكتوره وقالت لها ان هي حامل. هي اتخضت اول ما سمعت لان فاهمه ان جري مش عاوز خلفه دلوقتي، وهم قاعدين بيتعشوا مع بعض فقالت له بس هو اتضايق جامد لانه هو مش عاوز يدخل في مسؤوليه وخلفه والكلام ده ومش عاوز يبقى اب دلوقتي خالص. نزل متضايق من البيت وراح لنا المحل بتاعها وقابلها هناك.
لما جه بالليل كان سكران خالص وانا طلعته عشان ينام، بس شافت الموبايل بتاعه ولقت عليه رساله ففهمت بقى ان هو وإلينا اتقابلوا، والصبح بسبب الموضوع ده اتخانقت معاه، بس هو قال لها ان مفيش حاجه ما بينهم، وهو راح لها لما لقى نفسه متضايق فحب انه يقعد ويتكلم معاه. طبعا انا ما صدقتش الكلام ده وسابته ومشيت وهي زعلانه. وصلت الشغل بس مزاجها مش حلو من اللي حصل، ومايا اخت جري اتصلت بيها، بس لما جت ترد عليها لقيت ان جاك هو اللي بيكلمها، وبعت لها صوره مايا وشافت انه خاطفها، وقال لها قدامك ساعتين تكوني جبتي لي 5 مليون دولار وتجيلي على المكان اللي هقول لك عليه، ولو قلت لجوزك او اي حد من البودي جارد بتوعه انا هخلص عليها ومش هخلي فيها حته سليمه. خلص وقفل معاها، وبعد كده رمى الموبايل اللي كان بيكلمها منه في الميه. جريت بسرعه وطلعت على البيت عشان تجيب شنط فاضيه من هناك تحط فيها الفلوس، ودخلت المكتب عند جري خدت دفتر الشيكات بتاعه عشان ده هو اللي هتسحب بيه الفلوس من البنك، وبتبص لقت المسدس اللي هو كان شايله عنده في المكتب فخدته احتياطي معاها. كلمت البودي جارد في التليفون لانه كان واقف قدام باب الشقه اللي هتطلع منه، وقالت له يدخل جوه عشان يجيب لها حاجه، واول ما مشي من قصاد الباب طلعت تجري ونزلت على طول، وخدت العربيه بتاع جري ومشيت بسرعه عشان خلاص ما قدامهاش وقت ولازم تلحق قبل ما الساعتين يخلصوا. وصلت البنك وقابلت المدير هناك وقالت له ان هي عاوزه تسحب 5 مليون، فقال لها تمام وخلاها تكتب شيك بالمبلغ اللي هي عاوزه تسحبه، وشاف البطاقه بتاعتها عشان يتاكد فعلا ان دي انا مرات جري. اتاكد من البطاقه وكل حاجه تمام، وهي دلوقتي مستنيه انه يجيب لها الفلوس، بس جه تاني وقال لها ان جري معاه دلوقتي على التليفون وعاوز يكلمها، وجري حاسس ان في حاجه مش طبيعيه بتحصل وبيحاول يفهم منها، بس هي مش عاوزه تحكي له اي حاجه، وقالت له مش هينفع اقول لك حاجه دلوقتي. قال لها خلاص ماشي انا هتصرف وهاتيلي مدير البنك اكلمه تاني. كلم مدير البنك وقال له خلاص تمام شوف هي محتاجه ايه، كل الفلوس اللي هتحتاجها اديها لها. خدت الفلوس وكلمت جاك فقال لها تنزل تحت عشان هتلاقي عربيه واقفه مستنياها، العربيه دي هتاخدها وتوصلها للمكان اللي هو موجود فيه. ولما نزلت لقيت المديره اللي هي معاها في الشغل هي اللي سايقه العربيه دي، وفهمت ان هي متفقه مع جاك، وكان باين عليها من الاول من طريقه تعاملها مع انا في الشغل ان في حاجه مش طبيعيه. وقبل ما يمشوا خدت منها التليفون ورمته من الشباك، بس ده اصلا مش التليفون بتاعها، ولسه التليفون بتاعها موجود معاها ومخبياه. وجري قدر يدخل على التليفون اللي معاها ويحدد مكانها فين، وبلغ البوليس بكل اللي بيحصل. انا وصلت دلوقتي عند جاك ولقيته رابط مايا في الكرسي، ومايا قاعده وخايفه جامد منه، فانا بتقول له انا خلاص جبت لك الفلوس وهي موجوده كلها في العربيه، خدها وفك مايا وسيبنا نمشي من هنا. قال لا مش بالسهوله دي خالص، انت بوظتي لي حياتي وانا لازم انتقم منك، وقعد يضرب فيها ووقعها على الارض. وليزا اللي هي موجوده معاه قاعده بتقول له كفايه بقى انت كده هتموتها، انت كنت عاوز الفلوس عشان تنتقم منها والفلوس خلاص بقت معانا، فاللي انت بتعمله ده ملوش لازمه خالص. قال لا انا مش مهتم بالفلوس ومش هسيبها، بس انا ضربته في رجله وخليته وقع. في اللحظه دي جري والبوليس وصلوا المكان وقبضوا على جاك وليزا، وجري كان بيطمن على انا لان حالتها كانت مش كويسه، وفكوا مايا من مكانها واعصابها كانت لسه بايظه. وجري ودى انا المستشفى ومستنيه ان هي تفوق عشان كان مغمى عليها، وامه كمان كانت موجوده عشان عاوزه تطمن عليها، وبتقول له اوعى تزعلها تاني في اي حاجه خالص لان انت مش هتلاقي حد يحبك زيها. انا فاقت خلاص، وجري قاعد بيتكلم معاها وسالته على الجنين اللي في بطنها عشان خايفه من اللي حصل ده يكون اثر على الحمل، فطمنها وقال لها ان كل حاجه تمام، وقال لها انه بيحبها قوي وبيكون خايف عليها ومش عاوزها تبقى زعلانه منه من اي حاجه حصلت ما بينهم قبل كده. بعد شويه وقت انا بقت كويسه وطلعت من المستشفى، وهي دلوقتي موجوده مع جري وواقفين عند قبر امه اللي هي الحقيقيه اللي ماتت. عدى كام سنه وانا كانت ولدت خلاص وابنهم كبر شويه، وجري شكله بيحبه قوي وقاعد يلعب معاه، وانا قدرت ان هي تخلي جري يتغير للاحسن ويبقى عنده عيله جميله كده ويعيش معاهم بشكل طبيعي. هتلاقيني سايب لك اسم الفيلم وكل التفاصيل في اول تعليق. اشترك في القناه وفعل الجرس، واحلى سلام عليك يا بشواتي.